عايزين نكرر المنشور ده. حاضر يا خال. لازم نحافظ على كل البنات اللي هيبقوا أمهات المستقبل، اللي هيعلموا ولادهم إن آبائهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا، على رأي الفسد وزارع الانحلال، رجالا لا يعطون الدنية في دينهم أبدا. ايوه زود الهاشتاجات. حاضر يا خال. مع كل حساب تدخل بيه غير صورة اللي ما تتسمى دي. حاضر يا خال. وصلتي بقى لفين يا شيماء؟ يعني بطبق الخطوات اللي هتزود الريتش. الله يفتح عليكي يا رب. اكتب دي يا حمزي. حاضر يا خال. موعدنا غدا بعد صلاة الجمعة لتطهير تل شبورة من الانحلال والضلال. ايوه وديه كمان. حاضر يا خال. لا يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيوه، معا ضد العمدة المتبرجة. ايوه متبرجة متبرجة. الرجال. قولي للناس الحقيقة، انتي بتنتقمي منها عشان وقفت قصادك، عشان حسيتي منها بالإهانة، عشان بتكرهيها ومولعة منها نار. انا مش غضبانة غير لله، للإسلام، مش لنفسي يا مهزوزة يا مرعوشة. بعدين ربنا هيشفي صدورنا. الشماتة حق وواجب وحلال لأعداء الله. أيوه يا خالد. يلا يا بنت امشي من هنا دلوقتي. ربنا يبارك لي في ولاد اختي يا رب ويقوي عزيمتهم يا رب. يا خالة يا رب. دمر فيهم التربية. عرفت اربي بحق وحقيقي. مش انتي اللي اتوكستي بوكسة. اقول ايه ربنا عمى بصيرتك عن الحق. اللي يتعمي بصره أحسن من اللي يتعمي بصيرته. يوه. امشي يا بنت، امشي من وشي دلوقتي بلا فراغة عقل. امشي، بكره ان شاء الله هغورها لك من هنا. البلوه اللي اتحدفت علينا بوظت لك دماغك. قال صفية، قال دي رازية. ايوه يا خالة. انت بتلعبي بالنار يا نعمات. اسمع يا نجيت، انا بستأذن زي ما انت بتستأذن، وبعدين التكليف جايلي من اللي اعلى منك، وانا كمان مش قليله يعني في التنظيم عشان تديني تعليمات. واديك شايف النتيجه واستقبال الناس والاستجابه دول زي ما يكونوا هيصدقوا انه هيخلصوا منها. دلجانك وحساباتك المزوره. ابو حق وحقيقي بقى هنعمل فيه بحق وحقيقي اتفقت مع الاتوبيس اللي هيجيب الاخوان من كل مراكز المحافظه. اتوبيس ده ما فيش اتوبيس هيخش البلد غير لما اشوف اهل تل شبوره وهم متجمعين. قبل كده بدقيقه مش هيحصل. ده نظام وكل واحد عارف فيه دوره وملزم بيه. سامعه؟ لا حول ولا قوه الا بك يا رب. خليكوا في اللي انتوا فيه، خليكوا في اللي انتوا فيه. اهدي بص يا ده كريم، شوف الكومنت دي. اللي يمنع الطهاري والجواز يبقى عايز يغضب ربنا. بره مرات الخواجه. اتفرج، دي اول حاجه. بص كمان هي ازاي عمده وازاي عايز تمشي وسط الرجاله كده بحل شعرها. ده زمن الفتن. تعليق من ام عبد الله، الله اعلم بقى مين ام عبد الله دي. شوف دي بقى تعليق من زهرة الصبار. زهرة الصبار. اعملي حساب لاخرتك يا بنت الفوارس، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا ودي باين زي عين الشمس انه فيك اكونت. وفي التعليق دي كمان تعليق من 7 تل شبوري. ايه 7 تل شبوري دي؟ 7 تل شبوري احنا ما نعرفوش. ارحلي، مفيش بنت ولا ست زيك تنفع عمدي. الشيرات والتعليقات بالميات، هي دي الإرادة الشعبية الحرة. شعبية دي يبقى خالتك، ده شغل الجان والجان رخيصة كمان.
انا عارف الحاجات دي كويس قوي وشفتها كتير وعدت عليا ياما، مش اول ولا اخر مره. فيه لجان مليانه لجان، لكن ساحبين وراهم ناس كتير بحسابات حقيقيه. بقول لك لجان ما تنهدش معايا. شوف الكومنت دي، تعالي كده بص. لازم نحافظ على كل البنات اللي هيبقوا امهات بذمتك. في واحده عندنا في البلد ترص كلمه زي دي بالاتقان دي وبالتنسيق دي. على قولك ده شغل ترند وحد زقه كمان. الترند عشان يطلع بالسرعه دي يا كارم لازم يكون حد زقه، ومش اي حد، لازم يكون حد تقيل. انا فاهم الكلام ده كويس قوي. انا شفت التعليق ده موجود في كل الصفح. حلو قوي. اعرف لي بقى مين ورا التعليق ده اه وجيب لي قراره. فاهم يا كارم يا تفاحي؟ والله ما انا عارف. انا مش عارف عمدة ايه دي بس يا اخوي. طب تشوف مشاكل الغله والقروض اللي واخدينها من بنك التسليف وما احناش عارفين نسدد اقساطها. طب الكلام ده مش هو اهم من الحديث اللي احنا عمالين نتكلموا ده ولا ايه؟ هيبقى بعيد عنك. من ساعة ما رجعت وما لهاش غير في حكاوي الحريم، مش طهارة على جواز على طلاق. وطول الليل والنهار مفيش في بقها الا كلمه واحده: ما تخلفوش. البنات الصغيره ما تخلفش، والستات الكبيره ما تخلفش. خلفوا جاز عيال عشان تعرفوا تعلموه، خلفوا جاز عيال عشان تعرفوا تربوهم. حاجه تجيب جلطه. صحيح. انا رايحه جايه على المدرسه ليل ونهار وشافت العيال في الفصول زي علب السردين. الصراحه بقى الشهاده لله، يعني الواحد ما يقدرش ينكر اللي عملته في المدرسه ده، ما هو مش شويه. وبعدين مع عربيات التحاليل اللي جابتها تبع وزاره الصحه طلعت نص العيال عندها فقر غذائي. شهاده لله يا اخواني، انا يوم ما شفتها بتبعد السلعوه عن العيال وانا بدعي لها. وبعدين يا ابو محمود تعالى هنا، يعني انا عايز اسال سؤال: لما الناس فقراء وتبيع المحصول بالبخس بيخلفوا ليه من اصله؟ طالعين بس ناخد قروض عشان نجوز الواد والبنت. اهو بس حق الله بنت الفوارس صاحبة واجب. شهاده لله دي حاجه ما حدش يقدر ينكرها، ما ينكرهاش الا جاحد. جاحد زي اسرتي وابوه اللي جابوا الكلام للبلد. سراطة يا بابا وجاحدين دلوقتي، بكرة نخلص منها. بكرة مش بعيد وهنرتاح منها على الآخر. ايوه يا اخويا، ونرتاح منها. ده حتى ولا شبهنا ولا حتى محترم عوايدنا. الو جلال باشا، بالله عليك بالله عليك، ابني رجع يا بلد. ايه يا مصيبه الا بالله؟ ابني رجع وقت. ايه ده بالله؟ ايه ده بالله؟ ايه ده بالله؟ مساء الفل يا منصور باشا. يا سليمان يا سليمان، ورمت دماغ امي. وقال بيقولوا لت النسوان دوت. حبيبي انا جبتها لك من الاخر، لا ستوريا افينيتا. ايه؟ انت لسه هتمهمه لي؟ انا قاطع خلاص، مفيش لا ايطاليا ولا حرب ايطاليا. وبعدين السفريه بقت غاليه عليك قوي، الاسعار بقت مولعه نار، والمشوار من الصحراء لليبيا ومن ليبيا للبحر صعب بقى، بيسلم من موت لموت. انا مش خايف من الموت، 3 بالله العظيم ما خايف من الموت. انا خايف من الحياه. يا شيخ ساق عليك النبي، ركبنا اي مركب وغورني من هنا. يا بهيمه ابوك حلف عليك ما يسفركش. ابويا دي مش فاهم حاجه، فاكر نفسه بيزرع في الارض وهو اللي مزروع فيه. وبعدين انا هقعد اعمل معاه ايه؟ اسمه في لقمه الفقر، ولا هجري وراه الكيماوي، ولا هبني عش على السطح عشان يجوزني فيه؟ لا، هي مش حضرة العمدة، عاوزة تمنع جواز القاصرات. فرصة بنت فوارس، بس هيوقعوها بكرة الأرض وهيكسروا ظهرها.